السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم يا أخي شريف. هنا هذا الفيديو بغينا نهضروا فيه على أسباب الجوع. دابا الإنسان تيحس بالجوع على طول اليوم، رغم أنه تياكل وجبات ووجبات ووجبات. كاين اللي ما تيزقاش من الماكله، ولكن ديما حس براسو جيعان. واش عرفتوا علاش ولا لا؟ لان اكثر انواع هاد الاكل اللي تياكل غير متكافئه في السعرات الحراريه، وكاين بعض المرات اللي تيكون المشكل نفسي، ما يسمى بالاكل العاطفي. انسان تيبغي ياكل شي حويجات وتيبغيهم وداك الشيء وتيفضلهم على الاكل اللي فيه منفعه. يعني هو لابد من اخصائي اللي يحدد ليه وجبات متعدده ومتنوعه، يكون فيها اولا البروتينات، يكون فيها الدهون، ويكون الخبز تيحتوي على الياف والخضار، حيت هاد الحوايج مهمين في الاكل. وخاصو بحال مثلا يبتعد على الشوكولاته، الشيبس، هادشي راه المرض صافي، ويعتمد مثلا على الجبنه، اجبان، على الالبان، على التمر. هنايا يكون يمشي مزيان، حيت الاكلات هادو معترف بهم بانهم نافعين. يعني هنا الإحساس بالجوع، لأن الإنسان ما تيحملش الجوع، والجوع أصلا في الذاكرة ديال الإنسان أنه شي حاجة خايبة. وبنادم تيتكلم ديما على اش ناكل، اش نقدم، اش نأخر، كيفاش، وما تيهضرش على خاصني ما ناكلش. الا ملي تيوصل شهر رمضان بالنسبه للمسلمين هي اللي تيصوموا. الا رجعنا للجوع، فالانسان ملي تيجوع راه تيحس بالدوخه. اش تيوقع؟ دابا المعده ملي تتقوى تعطي لانديس للدماغ، فتستشعروا بانها رجعت. حيت والدماغ حتى هو تيجوع، الدماغ تيحس بالدوخه، الانسان تيدوخ. دابا هو ملي يحس بالدوخه خاصو يدير واحد القضيه، حيت نفس المصدر بالنسبه للاكل والعطش تيجيو من مصدر واحد. خاصو يعرف واش هو عطشان ولا جيعان، خاصو يشرب الماء ويقعد واحد قسم ولا حتى ربع ساعه. الا عقب رجع نورمال راه بخير، ما رجعش نورمال خاصو يعتق راسو بالماكله. شنو تيوقع؟ حيت تتجرى ليه هيبوغليسيمي، تيطيح ليه السكر، وهنا خاصو يعوض السكر، خاصو يعوض السكريات باش بالماكله. لان عارفين نتوما النورمال ديال السكر ما خاصوش يطلع على 0.8، ما خاصوش ينزل على 0.8، وما خاصوش يطلع على 1 غرام 15 غرام 15، من 0.8 حتى 1 غرام 15. دابا هو مسألة الجوع راه عولف، كثرة الأكل أولف. راه ممكن تعيش 3000 كالوري في اليوم، ممكن تعيش ب 2000 كالوري. يعني إلا بغيتي تنظم حياتك وتنظم الأكل ديالك والوجبات ديالك، راه ممكن تعيش ب 3000 كالوري، ممكن تعيش
ب2000 كالوري. وهذا الشيء علاش الصوم خير، والناس اللي تيصوموا الاثنين والخميس تيستافدوا تيكونوا صحاح اكثر، حيت علاقه الاكل بالصحه هذه علاقه ضروريه. وهذيك الوجبه اللي تاكل ما عرفتيهاش واش غادي تضرك ولا تنفعك. بعض الاحيان تتاكل وانت ما محتاج لها، وخاص الاكل ما تربطوش نهائيا بالوقت. خاصك انت تشوف الحاجيات ديالك. وكاين شي وحدين دابا اللي معودين على داك نص صوم، مثلا تيفيق في الصباح تيشرب قهوه وتيسير عليه وتتلقاه حيوي ونشيط وتيخدم وداك الشيء، والماكله مقلل منها وتتلقاه بخير. حيت الاكل الا نظمتيه راه تيطول العمر، راه ممكن تعيش 100 عام، ممكن تعيش 90 سنه، ممكن تعيش. الا حاولتي تنظم الاكل ديالك راك ما تخافش، ديما تبقى مع الاصحاء، موازاه مع شويه ديال الرياضه والريجيم. وهذا الشيء اغلبيه اللي تيحتاجوه هما اصحاب مرض السكري. مرض السكري خصهم ينتبهوا مزيان لهاد الشيء، عدم التسيب في الاكل، خصوصا ملي تيصوم بنادم. خاصو ماشي يصوم ملي يبغي يفطر يتسيب بحال سميتو، يقعد على السكريات وعلى المشروبات وعلى سميتو الغازات وداكشي حتى يبغي يتفرقع. بعض المرات الانسان تلقاه تياكل وجبات ما محتاجش ليه، وتياكل وجبات لا قيمه غذائيه لها. هنايا خاصو يعرف اش تياكل، خاصو ياكل الحوايج اللي هادوك راه بعض المرات غير فضلات تيعذبوا الكبده، تيعذبوا المراره، تيعذبوا البنكرياس، تيعذبوا كاع الكلاوي، تيعذبوا. والقيمه الغذائيه ما كيناش، على العذاب ديال الجسم وصافي. كما قلنا النظام الغذائي راه تيزيد في العمر وينقص منه. راه الوجبه راه ممكن تنفعك ممكن تضرك، ما غاديش تنفعك في جميع الحالات. بعض المرات انت ما محتاجش ليها وتاكل ولا تخش في وجب. خاصك تعرف كيفاش تنظم النظام الغذائي ديالك. راه احسن حاجه كيما قللتي من الماكله وراه غادي تتعود، واخا تحس بالجوع ما تاكلش وتبقى غادي. المهم راه هذاك الشيء اللي تاكل حاول غير نقص منه باش انت تكون عندك. وحنا تنقولوا كل ما كبر بنادم راه تيتعرض للامراض وداك الشيء، ولكن بالنظام الغذائي متوازي ويكون منظم وداك الشيء راه ممكن تاجيل المرض وممكن ابعاده. داك الشيء في علاقه مع الاكل. وتغيير النظام الغذائي راه تيساوي الكبار مع الصحه الجيده. الا بغيتي صحه جيده من خلال الاكل ديالك غادي. فهنا للتخلص من الجوع شنو خاصو دير؟ للتخلص من الجوع يجب اكل اولا النشويات، لان اكل النشويات والارز والمعجنات هادو خاصك تعرف تنظمهم. راه ملي تاكلهم واحد الكثره تيطلعوا السكر، هما تيطلعوا السكر. لاميدون معروفه تطلع السكر اللي كاين في الطاطا وفي الخبز. تطلع السكر بواحد السرعه. ملي تاكل هاد المواد هادو البنكرياس تنتج الانسولين، حيت السكر تيطلع تنتج هو الانسولين لحرق السكر. وإلا شاط شي حاجه تيدير تيمشي يخزنها
وإلا كان هذاك المكان اللي بيخزن فيه السكريات عامر تيسميوه الخزان لوموغلوبين، هاد الممتلئة تيخزنوه على شكل دهون. كذلك تناول الخبز، فهمتي؟ دابا هو هاد البنكرياس ملي تينتج لينا هاد الانسان العادي ملي تينتج لينا هاد الانسولين بكثره تيعقب يطيح السكر وتيجوع بنادم. هذا هو سبب الجوع. بعض انخفاض مستويات الجوع مستويات السكر تيفقد الانسان التوازن ولا بد من اكل. ولكن باش يشد التوازن وخا ياكل هذوك النشويات وياكل الارز وياكل المعجنات وياكل داكشي، خاصو عير ينقص من داكشي اللي تياكل. مثلا تياكل 200 غرام ديال الخبز يعود ياكلها 100 غرام 50 غرام، ينقص من هذيك المأكولات اللي هي اغلبها تتعود غير فضولات تتلاح وتتعذب الجسم كذلك الغدة الدرقية راه تطلق واحد الهرمون حتى هي تتساعد على الهضم. انخفاض الغدة الدرقية إلا ما كلتيش بزاف تتخفض داك العمل ديالها وتتحافظ على داك الهرمون وتتحافظ على الصحة. والصيام المتقطع مثلا الانسولين ونظام الكيتو، الا تبعتي مثلا الانسولين ونظام الكيتو تيحرق الدهون، هرمون النمو تيساهم حتى هو في هادشي الدهون، وتيتم انخفاض على مستوى السكر في الدم وافراز واحد الماده سميتها الكيتونات تحد من الشهية. تتحد من الشهية والإنسان ما تيبقاش يجوع وتتكون عنده الطاقة، تتبقى عنده طاقة، تتبقى الحيوية، وثانيا ما تيتعبش، ما تيحسش بالتعب، وتيعود عنده التركيز. هاد الحوايج راه مهمين. المهم اش قلنا الانسان واخا يحس بالجوع اولا يشرب الماء، حيت المصدر ديال الجوع والعطش من بلاصه وحده. يشرب الماء، يصبر واحد شويه، الا حس براسو عاد بخير ما عنده ما يدير بالماكله، حس براسو قضيه فيها ان وصحاب السكري تنصحكم اللي تيطيح لهم السكر ديما يكونوا على بال، يهزوا معاهم تميرات، يهزوا معاهم العيبات، باش الا حس براسو عيا ولا شي حاجه يلوح فمو تميره ولا الجات ولا شويه ديال السكر ولا حلوى ولا شي حاجه باش يبقى على بال. حيت الا مشى فيها كوما راه حالات خطيره، تعود خطير، راه تيمشي ديريكت لبيت الخطر. ايوا هذا ما كان. اش قلنا؟ النظام الغذائي حافظوا عليه، حاولوا تصوموا شويه، حاولوا تحيدوا بعض الوجبات اللي يبانوا لكم عزايدين. بعض الوجبات تيبانوا لكم عزايدين، ما عندكم ما ديروا بهم، هما اصلا تيعذبوا الجسم. حيت البنكرياس راه متى تاكل شي حاجه راه المعده تطحن، البنكرياس تيعطي واحد الماده المراره. البنكرياس تيحرق السكريات، تعطي الانسولين، والمراره راه خاصه بالدهنيات وسميتو والكبد حتى هو تيخدم، والكلاوي تيصفيو. يعني انه راه عمليات سبحان الله العظيم خدامين تما، وراه تيضيعوا الطاقه في الخدمه تما وتيخدموا وتيتعذبوا. يلا دوزو بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.